السلام عليكم ومرحبا بكم على القناة مرة أخرى. فيديو جديد ووصفة جديدة اللي كنتمنى أنها تعجبكم. اليوم إن شاء الله غادي نوجدوا عصير ديال الحامض، كيجي بارد ومنعش، كيبرد عليكم الحر ديال هاد الصيف هذا. كيجي بحال المناضل اللي كيكون بنكهة الحامض. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو باش نشوفوا المقادير والطريقة بالتفصيل. هنا غادي نحتاج واحد 4 ديال الحامضات، الحامض الصفر ولا الخضر اللي كان متواجد. غادي ناخذهم نغسلهم مزيان، وناخذ واحد الاناء يكون زجاجي من الافضل، ما تستعملوش البلاستيك. وكنحك هذيك القشره الفوقانيه ديال الحامض، غير القشره الفوقانيه، ما كنوصلش للابيض لانه تيكون مر شويه. كنحك غير هذيك القشره الفوقانيه ديال الحامض، كنحك الحامضات كاملين القشره ديالهم، ونعاودو نتلاقاو باش نكملوا الطريقه. صافي، هنا بعد ما حكيت القشره ديال دوك الحامضات ب4، غادي نزيد عليهم 8 ديال المعالق كبار ديال السكر الخشن. في هذه المرحله غادي نغسل يديا مزيان، اولا غادي ندير واحد الليكه وغادي نحك داك السكر مزيان مع داك القشور ديال الحامض. كيخرجوا ليا كاع ديك النكهه الزوينه ديال الحامض، باش كيتحك السكر مع القشور راه كيخرجوا لنا داك الزيوت ديال الحامض، كيجي المذاق ديالو مركز اكثر ومنعش اكثر. صافي، هنايا كنحكهم مزيان. كما كتلاحظوا كيبان لك السكر راه بدا كيفزق شويه. هنايا راه كيخرج كتخرج كاع ديك النكهات ديال الحامض اللي كاينه في القشره. صافي، كنستمر بهذه الطريقه واحد 5 دقائق وكنخليه على جنب. بالنسبه للحامض كنقسموه على جوج وغادي نعصرو هكا. كنكونوا استفدنا من الحامضه كامله الا داك الابيض اللي هو كيكون مر، فمن الاحسن ما كنعصروهم. كما قلت لكم، فهاد العصير هذا كيجي منعش وكيتقدم بارد صراحه، كيبرد الحراره ديال هاد الصهد هذا اللي حنا فيه دابا. كنتمنى انكم تجربوا هاد الوصفه، فهي كتجي شبيهه بالمناضه اللي كنشريو بنكهه الحامض تماما. فراه اللي ذاقها يحلف عليها انها مناضه ماشي عصير موجود في البيت. كنعصر دوك الحامضات ب4 تقريبا، كيعطيوني هاد الكاس عامر. صافي، هنا بعد ما كملت الحامض كامل بالتعصار، غادي نزيدهم على داك القشور وديال الحامض وسنيده اللي كنت خدمتهم مزيان. كنبقى كنحرك وكنزيد عليهم يطرو ونص ديال الماء. بالنسبه للماء، من الاحسن يكون بارد، وإلا كان ماء معدني كان احسن. وكنحرك مزيان حتى كيذوب لي داك السكر. كنغطي عليه بالبلاستيك الغذائي وكندخلو للثلاجه مده 2 ساعات. صافي، هنا بعد ما خرجته من الثلاجه انا درتو في واحد الكاس باش يسهل عليا التصفيه ديالو، وعاد كنصفيه في الزلافه. هنا كيكون طلق ليا داك القشور كاع ديك النكهات اللي كاينين ديال الحامض. صافي، كنصفي كنحيد دوك القشور، كتبقى ليا غير العصير ديال الحامض اولا الليموناده. ها هو العصير كيكون واجد. هنايا غادي ناخذ واحد القرعه اللي غادي نقدموا فيها، كندير فيها قطع ديال الحامض، وضروري ملي كلاصون اولا الثلج فهو كيتقدم بارد، اولا كنديرو في الثلاجه حتى كيبرد مزيان. صافي، هنا كنضيف مكعبات ديال الثلج وكنزيد عليهم العصير اولا المناضه اللي وجدنا، المناضه في الدار. وكنقدمهم بالصحه والراحه. بالنسبه اللي بغى يزيد معاه ورقات ديال النعناع حتى هما كيجيو زوينين. انا ما ضفتهمش لانني غادي ندير لكم واحد العصير واحد اخر بالحامض والنعناع تيجي زوين بزاف مره اخرى ان شاء الله، فما درتش هنايا النعناع.
وكنقدموهم. بالنسبه للكويسات حتى هما كندير فيهم مكعبات ديال الثلج، وكنقدمو كما قلت لكم بارد، كيجي بارد ومنعش وصيفي وخفيف. كنتمنى ان وصفه اليوم تكون عجبتكم. العصير ديال الحامض منعش بارد، اولا الليموناده اللي كتتباع في المحلات، اولا المشروبات الغازيه كما كنقولوا لها، فهي كتجي طبيعيه وصحيه ولذيذه 100%. كنتمنى انكم تجربوها. بالنسبه للسكر كيبقى على حسب الذوق اختياري، ممكن انكم تزيدوا وممكن انكم تنقصوا على حسب. كاين اللي ما كيبغيش الجهد الحامض وكاين اللي كيستحمل الحامض. فخليكم على خير ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.